النهارده ان شاء الله في فيديو الوصفه هنتكلم عن البيج داتا. عشان نتكلم عن البيج داتا الاول لازم نحدد ايه هي. اول سؤال نساله ايه هي البيج داتا. البيج داتا عامه ممكن نعرفها من وجهتين نظر. يعني الحاجتين اللي بيحددوا ايه هي البيج داتا هم حاجتين. اول حاجه حجم الداتا نفسها. سوري. حجم الداتا نفسها والفيلوسيتي بتاعتها زي ما بنسميها. حجم الداتا بمعنى ايه؟ ان الداتا ممكن يكون ليها احجام مختلفة. مثلا ممكن اقول لك ان الداتا مثلا عندك داتا 1 جيجا بايت مثلا، ممكن عندك 10 جيجا بايت، ماشي؟ ممكن 100 جيجا بايت، ممكن 1 تيرا بايت، ممكن 1 بيتا بايت، دي اللي بعد التيرا. الفيلوسيتي بمعنى الداتا بتجيلك كل قد ايه؟ هل الداتا دي في ال كل دقيقة مثلا، كل دقيقة، كل 10 دقايق مثلا، كل ساعة مثلا؟ الداتا بتجيلك كل قد ايه؟ هي دي الفكرة. كل اسبوع، كل يوم، كل اسبوع، كل شهر. الحاجتين دول هما اللي بيحددوا انت عندك بيج داتا ولا لا. التعريف هو البيج داتا ملهاش تعريف في حد ذاته، ملهاش تعريف كلاسيكال. بس اللي الناس بتقوله عامة ان البيج داتا هي الداتا اللي ما بتكفيش تخش في الميموري بتاعت كمبيوتر معين او ديفايس معين يعني. فلو طبقنا التعريف ده على طول البسيط ده هنلاقي ان ايه؟ ان 1 جيجا بايت ده اكيد مش بيج داتا على الاطلاق. ده تليفوني شخصيا يقدر يحط 1 جيجا بايت في الميموري. 10 جيجا بايت برضه في كمبيوترز عندها 8 و16 جيجا رام وبتاع، ممكن يتصرف مع حاجه زي كده. 100 جيجا بايت يعني انا اقول لك لا، بس ممكن برضه، على اساس ان امازون مثلا ممكن تأجر من عندهم سيرفر 244 جيجا بايت رام مثلا يعني، ومش غالي كمان. فيعني دي ممكن نقول لا في حد ذاتها. الاثنين دولت مع بعضهم دولت ديفنتلي بيج داتا بغض النظر عن اي حاجه في الحياه. دولت ديفنتلي بيج داتا. ده برضه من واحد من الديفينيشنز اللي طالعه حاليا ان هو ان البيج داتا هي الداتا اللي في الرينج بتاع التيرا بايت والبيتا بايت. بس في نقطة تانية مهمة احنا هنا ما خدناش بالنا منها، اللي هي الفيلوسيتي او التردد او تكرار، مدى تكرار الداتا دي. لو قلت لك ان انا بيجي لي جيجا في الدقيقة او جيجا في الساعة، دي مش مشكلة على الاطلاق. لو قلت لك جيجا في الثانية مثلا، دي ممكن حاجة تختلف. جيجا في الثانية قد يكون يرتقي لمستوى البيج داتا. بس النقطة التانية برضو المهمة ان هو لو قلت لك ايه، واحد قلت لك تيرا بايت في الشهر مثلا. تيرا بايت في الشهر مش بيج داتا قوي. قد تعرف تتعامل معاها بكمبيوتر طبيعي. لو تيرا بايت على ديسك، على هارد ديسك طبيعي، هارد ديسك طبيعي، وقدامك شهر كبروسيسنج تايم. شهر ده بالنسبه للبروسيسور ده رقم خرافي يعني طبعا. شهر كبروسيسنج تايم تتعامل مع الداتا دي. ففي نفس الوقت لو قلت لك تيرا بايت في الشهر مش حاجه جباره. فهي دي الفكرة. حسب التركيبة بين الحجم والفيلوسيتي بتاعت الداتا تقدر تقول انت عندك بيج داتا محتاجة البيج داتا بارادايم ولا لا، بيج داتا الجوريثم وبيج داتا سيستمز وكده. حسب ده بيحدد الداتا حجمها قد ايه وبتجيلك كل قد ايه. الداتا طبعا البيج داتا زي اي داتا عادية ليها كذا نوع، ليها انواع كتيرة جدا. التايبس. فايه مثلا هقول لك انها ممكن تكون زي اي داتا في الحياه. ممكن تكون يا اما تكست، يا اما اوديو، ممكن تكون ممكن تكون فيديو، ممكن تكون مجرد ارقام، ممكن زي اي داتا عاديه، صور، ممكن تكون اي حاجه خالص يعني. هي البيج داتا ممكن تكون اي نوع من الداتا في الحياه. هي مش محكومه من نوع، محكومه بالحجم والفيلوسيتي. تمام. لو عرفنا ان هي دي البيج داتا، ازاي نتعامل معاها بقى؟ زي ما احنا شفنا البيج داتا حجمها كبير جدا. فاللي هو انت عندك مثلا فايل تكست فيه مثلا 80 بليون سطر، عايز تتعامل مع حاجه زي كده. الفكره ازاي تخزن حاجه زي كده وازاي تبروسسها. عشان تتعامل مع البيج داتا عامه يبقى عندك حاجه كده بيج داتا عملاقه بتعمل حاجتين عليهم عشان تعرف تتعامل معاها. حاجتين بسيط جدا. اول حاجه بتعملها تستورها بطريقه ما، وفي هنا مليون طريقه ممكن تستور بيها الداتا. وبعد ما تستورها بتطلعها من المخزن بتاعك ده بطريقة ما برضو، على أساس تعمل عليها بروسيسنج، تعمل عليها الشغل بتاعك. تمام. برضو في هنا كذا طريقة إنك تعمل نفس الموضوع ده. في هنا حاجات كتير.
فالشغل البيج داتا عامه والكونفيجريشن بتاعها، انت خلاص عرفت ان عندك بيج داتا. الشغل كله في 3 حتت معينه. ال3 حتت دي ايه؟ ان هو هنا ازاي تخزنها، ايه احسن طريقه اخزن بيها، ايه احسن طريقه انقل بيها الداتا من الخزين للبروسيسنج، وايه احسن طريقه ابروسيس بيها. كل ده بيعتمد على نوع الداتا اللي عندي وانا عايز ايه من السيستم بتاعي عامه. خلينا نخش على اول موضوع عامه اللي هو ازاي نستور البيج داتا. تمام. عشان تستور البيج داتا، لو قلت لك اكزامبل ان انا عندي فايل تكست عادي خالص، في زي ما قلنا تكست فايل في 80 بليون سطر، اللي هو 80 ألف مليون سطر معايا، ف 80 بليون سطر. ده كبير جدا، وبحجم مثلا مش هتفرق قوي، بس حجم نفترض 5 تيرا بايت ولا وات. مفيش وما عنديش ما عندي مش حجم 5 تيرا بايت، وما عنديش كمبيوتر يكفي ياخد الحجم البتاع دي. عندي كمبيوترات كلها هارداتها 500 جيجا بايت مثلا يعني. فاللي بعمله ان انا ايه، عايز اخزنه بطريقه ذكيه. فالابسط حاجه بقسم الفايل، او بقسم الفايل تشانكس، قطعه كده، كل قطعه جزء من حجمه. فهفترض مثلا هقسمه تشانكات 200 ميجا بايت مثلا التشانك، فهيطلع لي كام؟ 200 ميجا بايت. بغض النظر عن الحجم، مش بلاش الرياضه دلوقتي. المهم هقسمه تشانكس 200 ميجا بايت، فاللي هو ايه، هقسمه يبقى 200 ميجا بايت تشانكس. دي هعمل فيهم ايه؟ دي بمنتهى البساطه هجيب 10 كمبيوترات واوصلهم ببعض في نتورك كده معينه، اقعد احط كل كمبيوتر ياخد 200 ميجا بايت تشانك 200 ميجا بايت تشانك لحد ما اوزع الفايل عليهم كلهم. ده كده خزنتها بطريقه ما. ماشي. فكده عندي مجموعه من الكمبيوترات، خلينا نرسمهم كده. ده كمبيوتر واحد، ده كمبيوتر اتنين، كل واحد من دوت كمبيوتر. تمام. كلهم في شبكه كده مع بعض، كلهم واصلين ببعض في الشبكه دي، كله واصل بكله. مش عارف ارسم ده كله طبعا عشان الرسمه تطلع معقده، بس انتوا فاهمين يعني القصد، اللي هو كلهم واصلين ببعض، كلهم واصلين ببعض عادي خالص. وكل واحد معاه ال 200 ميجا بايت تشانكس، معاه اكتر طبعا يعني. هو في الاخر كل واحد هيجمع يعني كذا تشانك، بس كل تشانك مرقبه. فخلينا نقول مثلا ان الفايل ده هقسمه تشانكس، فاللي هو الفايل ده كان 5 تيرا بايت معايا، هقسمه 200 ميجا بايت تشانك، فعباره عن دي 200 ميجا بايت، 200 ميجا بايت، 200 ميجا بايت، وهسميهم يا سيدي كمان. هسمي دي تشانك 1، وهسمي دي تشانك 2، قطعه 2، قطعه 3، هكذا. فكل واحد من دولت هيبقى عنده عدد من قطع معينه، عشان انا هقعد اوزع عليهم زي الكوتشينه كده، هوزع عليهم. فانت مثلا هنفترض ان ده بقى عنده تشانك 1 و2، لا بلاش 2، مثلا 6، ومثلا معرفش تشانك 11، وعنده تشانك 15. المهم عنده عدد من التشانكس، يعني كل واحد عنده عدد من التشانكس. فانا كده نجحت اول حاجه ان انا اوزع الفايل الكبير ده على مجموعه من الكمبيوترات مع بعض، دي هيتجمعوا مع بعض يعملوا لي مخزن اكبر من قدره كل واحد فيهم على التخزين. بس ايه اللي يحصل لو واحد من الكمبيوترات دي حصل له مشكله والتشانكس بتاعته راحت؟ زي مثلا ان هنا حصلت مشكله مع عند الراجل ده معايا، والتشانكس دي كلها ضاعت عليا بطريقه ما. هنا بضيع مني جزء من الداتا، يبقى عندي جزء كبير من الفايل ضايع. هل ده ينفع؟ لا. فكل البيج داتا ستورج سيستمز عندها حاجه اسمها redundancy او persistence. دي ان هو بيعمل ايه يا سيدي؟ كل تشانك من دولت في الواقع ما بيحطوش على كمبيوتر واحد بس. كل قطعه من الفايل بتروح ل3 كمبيوترات على الاقل. ممكن تحدد الرقم ده في بعض السيستمز يعني. فبحس ان يبقى عندك من كل تشانك من دولت نسختين او 3 نسخ موجودين في اللوكشه الكمبيوترات اللي عندك، في مجموعه الكمبيوترات اللي عندك. فاللي هو هقول لك ايه يا سيدي، ان الراجل ده مثلا عنده نوعين من الداتا. عنده الحاجات، عنده حاجات جات له قبل كده، حاجات عنده اصلا اللي هو سي 2 وسي 7 وسي 13، وعنده نسخه من الحاجات اللي مع الناس التانيه كمان. فاللي هو سي زي اللي هنا اللي راحوا ده بالظبط، سي 1 وسي 6 وسي 11 وسي 15 مثلا. فلما ده يقع تماما بمنتهى البساطه، عندي لسه في السيستم نسخه من اللي ضاع مني. فاقدر اقول ايه؟ طب انا عرفت ايه اللي ضاع، انا عارف الراجل ده، انا عارف ان ده كمبيوتر اسميه مثلا كام، هنسميه ديفايس 1. ماشي. انا عارف ان ديفايس 1 كان معاه التشانك 1، عندي جدول كده عارف فيه اللي بيحصل يعني، وتشانك 6 وتشانك 11 وتشانك 15. فلما تشانك ديفايس 1 وقع، انا عارف ان انا ضاع منه دولت عنده. فبمنتهى البساطه هدور عليهم هم فين في بقيه السيستم،
وارجعهم تاني للراجل ده، بحيث ما يبقى اقومه تاني وارجعه تاني. فهي دي فكره انك تستوري البيج داتا، بتقسم فايل كبير جدا لتشانكس صغيره توزعها على سيستم بطريقه بحيث انك تضمن ان مفيش حاجه تضيع منك وسط السيستم ده. وفي نفس الوقت طبعا الطريقه انك بتوزع بيها الداتا وتوزع الحاجات دي المفروض تاخد بالك ان انت تستخدم حاجات تكون سريعه في القرايه والتخزين وكده، عشان ما تقعدش تبقى وزعت فايل كبير على 10 كمبيوترات وكلهم بطاء برضه، فانت كده ما عملتش اي حاجه، ما انجزتش على نفسك في اي حاجه. فدي فكره انك تخزن البيج داتا. تمام؟ ماشي، ده تخزينها. ازاي تبروسسها بقى؟ احنا زي ما احنا قلنا ان الفايل لما بتخزنه بيبقى عامل ازاي، بيبقى عباره عن عندك فايل كبير ومتقسم chunks صغيره. فهفترض ان ده فايل 1 جيجا بايت ومتقسم 10 chunks، كل chunk 100 ميجا. ماشي، فعندك 10 chunks، فدي chunk 1 chunk 2 chunk 3 لحد chunk 10، ودي اخر اللي هي اخر 100 ميجا بايت في الجيجا. ماشي تمام. فهفترض ان انا مش عارف اخزن ده على كمبيوتر واحد، فعندي دي متوزعه على عدد من الكمبيوترات، على مثلا 4 كمبيوترات، اي رقم يعني. فطريقه التفكير المطلوب انك تفكر فيها هنا، انت عايز الجوريثم معين يشتغل على الشانكس كانه هيشتغل على الفايل الكبير. فلو هفترض ان انا عايز اجمع الفايل ده، مثلا لو افترضنا ان الفايل ده عباره عن مجموعه ارقام، الفايل ده هو literally 8 مليون سطر مثلا، كل سطر فيه رقم 5 6 7 8 معرفش 1000 222 اي رقم، يعني في ارقام. وانا هدفي ان انا عايز اجمع كل الارقام دي، عايز اجمعهم على بعض واطلع برقم واحد بس. فانت بتدور على الجوريثم في البيج داتا، يعني بتدور على الجوريثم ينفع على الفايل كله على بعضه زي ما هينفع بالظبط على الشانكس. فانت لو جمعت الارقام دي كلها هيطلع لك رقم هيطلع رقم سم مثلا اس كبيره. ماشي، اس توتال، سوري اس توتال. تمام. اللي انت عايز تعمله، انت عايز الالجوريثم اللي يجمع لك الاس توتال دي يكون نفس الالجوريثم اللي لما تطبقه على التشانكس يطلع لك المجموع بتاع كل تشانك. فلو افترضنا ان انا جيت اخدت الاربع ارقام دولت حطيتهم في اول تشانك معايا، هي فكره التقسيمه، وتاني ارقام حطيتهم في تاني تشانك، هيطلع منهم ايه؟ هتطبق عليهم نفس الالجوريثم اللي هو الجمع في حالتنا، حاجه بسيطه جدا، صم، هتعمل صم، هيطلع لك هنا الاس بتاع 1، ويطلع لك هنا الاس بتاع 2، يطلع لك هنا الاس بتاع 3. فيبقى اللي هيحصل ان الاس توتال هو بمنتهى البساطه مجموع على الان للاس ان. تمام، بمنتهى البساطه هي نفس الفكره. فانت هنا هتاخد كل تشانك من دول هتبقى عدد معين من السطور، هتطلع منهم اس 1 وتطلع منه اس 2 واس 3 وكده، وبعد كده اس 10. عايز تعرف مجموع ارقام، عايز تجمع مجموع الارقام اللي في الفايل كله، هتجمع مجموع الارقام اللي في كل تشانك وتجمعهم على بعض. فبالظبط لما تجمع دول كلهم على بعض معايا تبقى S1 plus S2 plus S3 plus كلهم لحد S10، هيطلع لك الاس توتال اللي انت عايزه، مجموعهم كلهم اللي هو الرقم الكبير خالص. فهي دي فكره انك بروسيسنج البيج داتا. انت بتيجي في مجموعه الفايلات دي كلها، كل واحد منهم بيعمل حاجه على الداتا اللي عنده، على التشانكس اللي عنده، ويطلع لك رقم في الاخر، تاخد الارقام دي كلهم منهم وتجمعهم. ده مثلا مثال على الجمع. اتكلمنا قبل كده في فيديو الانترودكشن عن ازاي تعمل حاجات زي كده، مثلا لما قلنا مثلا انك تجمع الفرق بين اللوجن والساين اب واللوجن مثلا على ويب سايت، فتعرف تافرج هل الويب سايت بتاعك سهل انك توصل له ولا لا، انك تخش له بعد ما تساين اب ولا لا، حاجات كده. فهي نفس الفكره، انت بتجمع من الشانكس زي ما نقول ايه، مقتبسات كده صغيره من الداتا، تجمعهم على بعض تطلع لك الحقيقه الكبيره اللي هو الصم الكبير خالص اللي انت عايزه. ودي في الواقع مش فكره جديده خالص في العالم. الموضوع ده البشريه بتعمل الموضوع ده بقى لها 100 سنه. فابسط مثال بنعمله في حاجه زي كده اللي هو ايه، الانتخابات، الالكشنز، هي بالظبط نفس فكره البيج داتا. الانتخابات المشكله ان انت عايز تجمع 80 مليون 100 مليون صوت مثلا يدوي معايا، بس تعملها ازاي؟ ما مش هينفع تجيب واحد يقعد يروح على كل لجنه يجيب الاصوات بتاعتها، ده هياخد للابد. فانت بتعمل ايه؟ بتوزع العمليه وبتخليها ايه، باراليل كمان، واخد بالك من التعبيرات.
الانتخابات متوزعه distributed وبارالل، وفي نفس الوقت ايه بيج داتا. يعني العد هو نفس العد، نفس الفكره بالظبط. كل لجنه هتعد حاجه وتطلع لك رقم على مثلا الحي، فكل حي يجمع التعداد بتاع اللجان اللي تحته يطلع برقم هو كمان. بعد كده كل محافظه تجمع العد بتاع الاحياء بتاعتها يطلع لك بحاجه كده الدوله كلها تعمل. فدي عامل ايه؟ تعمل عد كمان، فبتعمل عامله كده بالظبط. فانت عندك على المستوى الكبير خالص الدوله معايا عايزه تعرف العد، بس الدوله متقسمه ايه؟ متقسمه محافظات معايا. فمحافظات اللي هو province 1 معايا و P2 لحد PN. تمام؟ مش كل محافظة من دولت متقسمة مدن. City 1 City 2 City 3 ده مش مكان. ف City N كل محافظة متقسمة مدن. تمام؟ والكلام ده برضو هنا برضو نفس الكلام هنا بالظبط على المستوى ده. كل مدينة متقسمة أحياء. District 1 District 2 لحد District N. تمام؟ بالظبط كده. وكل حي متقسم لجان، فاللي هو voting center مثلا ولا whatever، ما اعرفش اسمها ايه، بس يعني X1 X2 لحد XN. شايفين الباترن اللي هو ان انا بقسم المشكله ان انا عايز اعد 100 مليون صوت هنا على مستوى الدوله، عايز اعد 100 مليون صوت. بقسم المشكله، بقسمها تشانكس صغيره اقدر اتعامل عليها على مستوى الاشخاص. في الواقع في المستوى ده في المستوى ده تحت هنا ممكن في الواقع محتاج شخص واحد بس يعد لي البتاع، وفي نفس الوقت شخص واحد مسؤول عن كل لجنه بارلل مع بعض ينجزوها في يوم. بس لو جبت شخص واحد بس لو الدوله كلها يعد مش هنخلص طبعا، هياخد قرن على ما يخلص عد كل حاجه. فالمستوى ده احنا بنتكلم على 100 مليون صوت معايا توتال. هنا في المستوى ده بالنسبه للمحافظه مثلا هنتكلم الرقم هيقل، هيبقى بالنسبه لكل محافظه عايز اعد 10 مليون صوت معايا per province لكل محافظه. هنزل المستوى ده للمدينه، هقول لك ماشي انا عايز اعد 1 مليون صوت للمدينه مثلا، يعني افتراضا الدوله عامله كده. بعد كده هنزل في كل حي، هقول لك ان انا كده عايز اعمل مثلا 100,000 صوت في لكل حي. تمام؟ عايز انزل المستوى اللي تحته بقى، اقول لك اللجنه، يبقى اللجنه فيها كام؟ مثلا 10,000 مثلا، قول 5,000 صوت ولا حاجه. ماشي كده هوصل لمستوى ان انا عندي 5,000 صوت per x. تمام؟ فده اللي بيحصل. انا عايز اعرف الجمع بتاع ال 100 مليون ده. همشي الشجره دي بمنتهى البساطه من تحت لفوق. هاجي اقول ايه؟ ماشي يا سيدي، فالجمع التوتال بتاع ديستريكت 1 كان كذا معايا، ان هو انا عديت كل اللي هنا وطلعت برقم هسميه وات ايفر، هسميه ايه. ماشي هجمع كل اللي هنا، ايه ده هيطلع هنا. بعد كده هجمع هنا، عندي ده ايه هنا وجنبه هنا ثانيه، ايه هنا وجنبه هنا بي وجنبه هنا سي. هجمعهم هطلع بالجمع بتاع الاحياء بتاعت المدينه دي معايا. ثانيه واحده، هسميه الصم بتاع سيتي 1. عندي الجمع ده، واجمع ده مع الصم بتاع سيتي 2 بالصم بتاع سيتي 3 والصم بتاع سيتي 4 وهكذا. ده هيساوي لي في الاخر مجموع المحافظه 1، فهيطلع لي صم بتاع province 1 معايا. هجمع ده مع الصم بتاع province 2 والصم بتاع province 3، جمع محافظه 2 ومحافظه 3، هيطلع لي مجموع الاصوات على الدوله كلها. فهي دي نفس فكره البيج داتا عامه، هي دي بالظبط فكره البيج داتا. حاجه متقسمه تشانكس، اقعد اجمع الشانكس بحيث اوصل للمجموع النهائي اللي انا عايزه، او البرودكت النهائي اللي انا عايزه. مش بالضروره تكون جمع، ممكن تعمل بين حاجه تانية، ممكن تضرب، ممكن تافريج، ممكن مثلا
لا، ممكن تخيل مثلا ان لو حاجه زي كده عايز اعرف مثلا عدد الناس اللي اسمهم احمد اللي صوتوا على حاجه معينه مثلا يعني. فممكن تعمل مليون فكره، اساسها ان انت توصل لتحت خلاص اصغر ليفل ممكن اصغر قطعه ممكن تشتغل عليها من الاصوات. يعني على ال 100 مليون صوت دولت هتعامل معاهم على انهم في الاخر ايه، مجموعه من 5000 صوت معايا. فال 5000 توصل لكام؟ عشان توصل ل 100 مليون يعني 5000 محتاج ثانية عشان في كالكوليتر عشان مش كويس في الماث. مش 100 مليون على 5000 20000 تمام. يبقى 100 مليون على 5000 هيديني كام؟ 20000 وحدة عمل زي ما تقول. فأنت محتاج تعمل 20000 صم عشان توصل للصم الكبير. بس في نفس الوقت الصم يعني بدل ما كنت هتعمل يعني 20000 صم ممكن يشتغلوا ان بارل، فاهم؟ يعني ممكن 20000 انسان يعدوا الحاجات دي، كل واحده تاخد الموضوع منها هياخد ساعه. فانت في ساعه تعرف تعد ال 100 مليون، على عكس ان انت لو افترضنا نفس الكلام ان هو في واحد بس هيعد كل حاجه، ال 20000 دولت كل واحد هياخد ساعه، هتاخد 20000 ساعه عشان هتشتغل ورا بعضه. هيخلص الراجل لو واحد بس اللي هيعد هيخلص اكس 1 اللي هي اصغر ليفل، هيخلص الحي واحد، خلص اللجنه واحد، بعد كده اللجنه اثنين، بعد كده اللجنه ثلاثه، لحد كل اللجان الدوله كلها. فتاخد لو عدى لجنه واحده هياخد منه ساعه، هي وفي 20000 لجنه مثلا هياخد منه 20000 ساعه. بس لو عندي 20000 انسان بيعدوا كل واحد لجنته لوحده في ساعه، هنخلص كلنا في ساعه. هي دي فكره البيج داتا عامه، وان ازاي توزع الشغل زي ده على مجموعه معينه من الناس. هنتكلم بعد كده ان شاء الله في فيديوهات بعد كده عن السيستمز اللي بجد اللي بتستخدم البيج داتا، زي مثلا هدوب وسبارك والبارادايمز والحاجات بتاعته. شكرا لكم.